تطابق في الرؤى بين روسيا والدول العربية بشأن الأزمة في قطاع غزة التي طغت على أجندة المنتدى العربي الروسي. تنديد واضح وشديد اللهجة بالحرب العدوانية الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وتأكيد على الحق الفلسطيني في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. أكدنا الموقف المشترك للوصول إلى الوقف السريع لإطلاق النار وإيصال المساعدات لسكان غزة الذين يعانون من حالة وخيمة. نأمل أن يرفع مجلس الأمن الأممي صوته لصالح القرار الناضج والخطوة الإنسانية الضرورية. المسار مجلس الأمن الذي أثبت عقمه، أثبت أنه قد تم خطفه من قبل دولة لديها حق النقد الفيتو، تمنع وتفرض رأيها بأمام الإجماع الدولي الذي يدين ما تقوم به إسرائيل من جرائم ومجازر ترتكب بحق الشعب الفلسطيني. وبالتالي علينا جميعا أن نعيد النظر في آليات عملنا وفي تحركاتنا المستقبلية. المنتدى العربي الروسي دعا إلى التحرك الجماعي لخفض التصعيد وضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم، وإرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية كفيل بإنعاش حل الدولتين المتفق عليه دوليا. لا بديل عن سلام حقيقي في المنطقة يضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة في إطار حل الدولتين، ولا بديل عن دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ولا بديل عن تقوية السلطة الفلسطينية بقيادة فخامة الرئيس محمود عباس. وإلى جانب القضية الفلسطينية، أكد المنتدى ضرورة تعزيز مجالات التعاون بين موسكو والعواصم العربية في المجالات الأمنية والسياسية وبحث الفرص الاقتصادية الواعدة. حضور بارز لملف الأزمة الإنسانية بقطاع غزة في أعمال المنتدى العربي الروسي في مراكش المغربية، وتوافق روسي عربي على الضغط من أجل إيقاف المذبحة الإنسانية. أنس عياش، الشرق، مراكش.